العيد جه وده معناه فتة ولحمة ورقاق وحاجات بنموت فيها. بس اسمعوا مني، بلاش العيد يبوظ لك كل حاجة وصلت لها. يعني بلاش تخلي العيد يزودك 3 4 كيلو. اعمل ال6 حاجات دول وان شاء الله هتاكل لحمة براحتك وتستمتع بالعيد من غير زيادة. 1، ابدأ دايما يومك مش على جوع، يعني ابدأ ببيضتين حتة جبنة قريش قبل اكل العيد الفظيع ده. 2، ركز على البروتين، ابدأ دايما الوجبة بتاعتك بلحمة مشوية، لحمة مسلوقة قبل الرقاق والعيش والمكرونة والمحاشي الحاجة الحلوة دي. 3، قلل الدهون، يعني بلاش مسبكات. لو اللحمة مثلا فيها دهن بلاش ناكل الحتة اللي مليانة دهن قوي، يعني يبقى لحمة اكتر. ابعد عن اللية او قلل منها يا سيدي على قد ما تقدر طبعا. 4، السلطة مش رفاهية، السلطة اساسي في الوجبة، لان اولا هتخليك تشبع بسرعة، كمان هتقلل كميات الاكل اللي انت هتاكلها. 5، ما تجمعش كل النشويات مع بعض، يعني مثلا سفرة فيها محشي ورقاق ومكرونة ورز، اختار حاجة واحدة كلها، بلاش اكل من كل بستان اغنية كده. اخر حاجة المشي سحر يا جماعة. لو بس هتمشي 10 دقايق ل 20 دقيقة بعد كل وجبة، اولا هتعلي حرقك، هتساعد على هضم الاكل، وهتقلل سكر الدم، وهتفرق معاك جدا. اخيرا استمتعوا بالعيد، الفكرة مش حرمان خالص، الفكرة ان انا اكل بذكاء بوعي.